انت اللي تتهرب من السؤال. الحكايه يا بيه، ايوه، ورثت عن المرحوم ابويا الله يرحمه ويحسن اليه. مش وقته. قيراطين، ما انت لازم تسمع. حاضر. قيراطين، وبالتحديد قيراط وربع الا تمن. كويس يا بيه. بعتهم، قلت نوايا تسند الزير. عظيم. كيداهم بقى، قالت لي ده هيروحوا من ضمن مصاريف، والست عيال مش هيكفيهم ان شاء الله قد كده مرتين. طب مين كيداهم دي يا مرضي؟ كيداهم يا بيدي الست المصونة والضرة المكنونة حرمي. اهلا وسهلا، تشرفنا. الله يخليك يا فندم. عملتوا ايه بالفلوس يا مرضي؟ قرينا بقى وسمعنا في وسائل الاعلام المسموعة والمقروءة والمرئية عن شركة المنشار للاستثمار. كويس يا بيه. ايوه. رحنا الشركة، قالوا لنا تسلموا لنا الفلوس ومالكمش دعوة بأي حاجة. مالكمش دعوة ازاي؟ يا بيه هم اللي قالوا كده، انا ما بقولش حاجة من عندي. وقالوا لنا اول كل شهر تيجوا تصرفوا 30% من الارباح بتاعت فلوسكم. ارباح ايه يا مرضي؟ ارباح بلاش عرفني بس يا بيه. ارباح والسلام. انه شركة بتصرف 30%؟ اذا كان البنك بيصرف 10% هيصرفوا لك 30% ازاي؟ بقى مرة ايه؟ صرفولي يا بيه 30%. قبضت بايدي دي 30%. شهر واثنين وثلاثة، وكل اول شهر اروح اصرف لحد ما فجأة يا بيه هوب قفشوهم. اللي هم مين؟ بتوع شركة الاستثمار يا بيه. اتقفشوا من هنا وفلوسي راحت من هنا. صوتت كيداهم. ما تصوت، دخل صوتها ايه في القتيل يا بيه؟ فلوسنا يا بيه، فلوسنا وعندنا عيال. المهم يا بيه اشتكينا مرة مرتين 20 لحد ما فين وفين قالوا لنا بقى اللي عاوز يصرف يلحق ياخد له حاجة. ولقيت حاجة؟ الحمار يا باشا. يعني ايه؟ يعني انا بتكلم انجليزي يا باشا. يا باشا رحنا الشركة قالوا لنا هنصرف لكم 10% من المبلغ على هيئة عينات. قصدك عينيات؟ والله عن عنيات اللي ما اعرفش بيه. المهم قالوا تاخدوا كتب، قلنا لهم احنا جاهلة ما بنقراش. قالوا تاخدوا حمار، قلنا ما يمنعش. اهو ابن عمي على بال ما يعني ما تشوف امالتك كده عرباجي في امبابة ده بقى يشتريه مننا. وخدتوا الحمار؟ خدناه يا بيه، وركبته كيداهم وانا جريته لحد فجأة ما طبوا بتوع الشفخانة هوب خدوه. سألنا عليه بقى تاني يوم قالوا لنا ده مات. طب فين التعويض؟ قالوا هاتوا الجثة بتاعت الحمار نصرف لكم التعويض. وفين جثة الحمار؟ يا بيه ما احنا لفينا على النيل، قعدنا ندور على النيل. شوف النيل يا بيه طول قد ايه، قعدنا ندور ليل نهار على اي حاجة، ما لقيناش يا بيه غير شوية العظم دول. قلنا نقدمهم ونصرف التعويض. حلو. عايز تفهمني ان ما فيش صلة بينك وبين القتيل يا مرضي؟ والله يا بيه مجرد معرفة سطحية بدأت بمجرد تعارف في زريبة شركة المنشار. يعني انت تعرف القتيل من الشركة؟ يا بيه وانا لحقت اعرفه. اسمه ايه يا مرضي؟ يا بيه اسمه ايه؟ هيكون اسمه ايه يا بيه؟ هم اللي زي دول لهم اسامي. اسمه ايه يا مرضي؟ مش عايزك تلف وتدور. دفنته فين؟ قتلته ليه؟ قتلت مين يا بيه؟ الله يا بيه حرام عليك يا بيه. اسألهم بتوع الشفخانة مش انا، هم اللي موتوه. يا ميلة بختك يا كيداهم من دون الستات. مالك بس يا ماما؟ راجعة من السوق بتعيطي ليه؟ يا كيداهم يلا محرومة من الكرامة. كرامة ايه بس يا ماما؟ ما تفهميني. بتاع القوطة انا كيداهم بنت عبده ترومبيطة اللي ما كانش حد فيكي يا مصر يدق على الترومبيطة زيه اتبهدل بالشكل ده. حصل ايه؟ فهميني. بقول له بكام القوطة؟ قال لي بجنيه ونص. قلت له ما ينفعش ب50 قرش. يعني ياما. حصل ايه؟ رفع عليا سنجة وعاوز يفتح قرني. انهو سنجة؟ سنجة الميزان. الكيلو ولا النص؟ كيلو ولا نص، اهي سنجة والسلام. وسكتيله؟ قلت له لا ده انا ورايا رجاله بقى يترد عليهم. كان يوم اخبر يوم ما اتجوزتك يا مرضي يا عبد المرضي. ضيعت هبتي وقلت قيمتي. لا
يا ابني استنى. لا يا ابني استنى لما نسمع. امي. الله الله الله. امي بياع قوطه يرفع عليها سنجة الميزان. فين الشومه يا ابني؟ شومة ايه؟ سيبك من شغل الافلام ده. لا استنى بس لما نستفهم. ما استفهمش. استنى بس. ناوليني ايدي الهون يا اما. ايد هون؟ يا نهار اسود، لا حول ولا قوه الا بالله. ما بقاش راجل في الحته الا لما اخد بطارق يا اما. عقي انت هتعمل لي فيها جوزنجر. اهدى يا ابني. يهدى ازاي بس؟ يهدى ازاي؟ هو زيك على قلبه مراوح. شكله ايه؟ لونه ايه؟ اسمه ايه؟ بيبيع قطه شكلها ايه يا اما؟ اتكلمي. واقف يا اخويا على نص شارع الاجزخانه، اسمراني وزي العجل كده ولابس عمه. ولابس عمه كمان؟ لا وبعدين الدم هيبقى للركب. فين الاسلحه والمعدات؟ اسلحه؟ يا نهار. عجبك كده؟ سخنت الواد، هتودي الواد في داهيه. لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى. شرف حتى يابا كمل. ما تكمل انت يا فالح. ما خدناش في المدرسه، كنت غايب الحصه دي. كمل يابا. كملني بعقل يا رب. قدامي. لا يا اخويا قدامي انت، ولا هتصدرني وتخلع. اخلع ايه الالفاظ السوقيه؟ سيب المقشه دي، سيب المقشه اللي في ايدك دي، هتنزل الشارع بمقشه. بلاش المقشه اللي مزعلاك يا سيدي. ناولينا يا بنت المكنسه الكهربائيه. مكنسه؟ يا نهار. مش بقول لك حاج بن رزيه. بتاع القطه. امال يعني شايفني فرش ايه يا فندم؟ لا مؤاخذه، شباشب وابايب. يا اخويا بتاع القوط. لا وبعدين لا وبعدين ما حدش يكلم ابويا بالشكل ده. يا ابني اسكت اما اتكلم مع الراجل. اتكلم، وبعد ما تتكلم سيبولي. طيب ابعد باللي ماسكه ده. ماشي. مش عيب الست تيجي لحضرتك عشان تشتري قوطه ترفع عليها السنجه يا مش عيب يا فندم؟ لا مؤاخذه، انا اقول لها الكيلو بجنيه ونص. لا مؤاخذه يعني تقول لي ايه بنص جنيه؟ بس رفعه السنجه دي انت مش قدها يا ابني. اسكت يا ابعد البتاع ده، ابعد. اتكلم، وبعد ما تتكلم سلمهولي. ايه الحكايه يا جدعان؟ جايين لا مؤاخذه يعني تجر شكلي ولا ايه؟ ودغدغك كمان. ايه بتقول ايه يا فندم؟ لا الله. ايه ده؟ ما تتحميش كده، كلم ابويا الاول وبعدين يبقى سيبهولي يابا. طب اتطرع منك له احسن لكم. اتطرق؟ الله وليه الغلط ده بقى؟ وبعدين يا ابني سيبهولي يا الحقونا. وما سبب اعتدائك على البائع بالمكنسة الكهربائية؟ سخنته. امي سخنتني. سخنته يا شويش، امه سخنته. سخنته يعني ايه يا مرضي؟ اللي حصل بقى البياع، عارف انت بياع من البياعين، رفع عليها السنجة. روحت البيت تصوت وتعيط، سخنت الولد. وما السبب في ضرب المجنى عليه بالمكنسة الكهربائية وإصابته إصابات بالغة؟ بالغة. اللي حصل بقى. هل تعلم ان الضرب أصاب المجنى عليه بعاهة مستديمة؟ يا ساتر يا رب، الله يجازي الشيطان. طب خش قدامي منك نور الضابط النبطش، ان شاء الله يومكم مش فايد. ما فيهاش كلام المرة دي يا مرضي. يعني ايه يا استاذ فرحات؟ القضية لابساه وبشهادة الشهود كمان. لابساه والعمل. الراجل أصيب إصابات بالغة وفيها 3 سنين. 3 سنين سجن؟ ده إذا راه به القاضي. يا نهار اسود، والبياعين اللي افتروا على الناس، ونهار ما تكلم الواحد فيهم يخش في كرشك، دول هتسيبهم؟ معلش ازاي؟ مفيش حد يلمهم يا سيدي. ما تدخلناش في متاهه، ابنك غلطان. يا عم ما انا عارف انه غلطان، وانا قلت لك بدافع عنه. طب بتتشنج ليه يا مرضي؟ عشان المكنسه اللي ما سددتش قسطها والمتحرزه في النيابه دي. وحد يتخانق بمكنسه كهربائيه؟ انا مش بيواكب العصر ومتطلبات العصر. عين
صابت، وعين مدوره ومقوره ويندب فيها رصاصه. يا ماما ما تعمليش في نفسك كده. يقوموا ياخدوا الواد من الدار للنار. مش انت اللي قعدتي تسخني فيه لحد ما عمل راجل؟ يا اختي، والمحامي قال ايه يا استكيداهم؟ قال يا اختي فيها 3 سنين سجن. 3 سنين؟ ليه يا اختي بعد الشر؟ طب ده انا جوزي ضارب واحد بساطور جاب اجله ما قعدش 6 اشهر. ايه؟ وبقى كل ليله يا حبيبتي يجي ينام في البيت وبعدها سربوه وهو قدامك اهو رايح جاي. 6 اشهر سجن وكل ليله ينام في البيت؟ لا يا اختي بعد الشر، 6 اشهر في عنبر 9. هو انا جوزي وش سجون برضه؟ وعنبر 9 ده ايه؟ اقول لك يا حبيبتي. كنت بتعملي ايه عند المحامي يا كيداهم؟ كنت بشاوره في بعض المسائل القانونيه. قانون؟ نعم يا اختي. كنا بنتحاور. ايه؟ نتحاور ازاي؟ حوريني يا طيطه. لا كيكه على العالي. كيكه على العالي؟ احترمي نفسك، احترمي. خش في الموضوع. رحتي للمحامي من ورايا ليه؟ يوه بلاش بقى اطمن على ابني. ماشي، قال لك ايه المحامي؟ قال لي ابنك مخبول ومجنون وهيطلب معاملته معامله الاطفال. ابني؟ ابني انا مجنون ومخبول ويعامل معامله الاطفال؟ هتفهم احسن مني يا مرضي. ابني انا افهم يا ناس، افهم. ابني بقى تيجي ازاي؟ اهي تيجي وبتيجي وهتيجي وكل الناس بتعمل كده، وعلى رأي المثل هين قرشك ولا تهين نفسك. اهين قرشي عشان يطلعوا لي الواد مجنون. ابني انا مجنون. وماله؟ مش بيقولوا في المثل اذا كنت لابس قضية في الجون اتشطر واعمل مجنون؟ انظروا يا حضرات بعين الشفقة والعطف إلى هذا المسكين الماثل أمامكم، جلال ابن مرضي. إنه يقف في قفص الاتهام وفي فمه الببرونة ويرقص رقص الدبدوبة التخينة. هل هذا المسكين مسؤول عن فعلته؟ لا وألف لا، إنه فاقد الأهلية، وأطلب معاملته معاملة الأطفال. وانا مال انا؟ هو انا اقل من مين يعني؟ يا ابني حبيبي كل شيء بالعقل. على ايه بقى؟ ما عنده حق. اشمعنى احنا يعني اللي من دون المخاليل لا عنصر ماشين ولا تلفريك؟ وايه بقى الفريق ده؟ فريق ايه واحنا في المطبخ؟ انتوا هتحودوا عن الموضوع. انا عاوز انصر ماشيين. وانا وكلنا. ولا انت عاوزه التليفون الجديد يرن واحنا اللي نرد؟ امال احنا بس مركبين التليفون ليه؟ مش عشان يرن واحنا نرد؟ يا ماما يا ماما يا حبيبتي، العلم اتقدم والدنيا اتطورت والتكنولوجيا اتنجرت. يا ابني يا حبيبي المنصر ماشين ده جعلوه للناس المشغولين، انما احنا مزروعين والبيت ما بيخلاش، ندفع فيه فلوس ليه؟ طب افرضي مثلا يعني مثلا ان حد لمحني طلبني وما كناش في البيت، ما حدش يرد عليه، اموت انا بقى بحسرته؟ خلاص نقول لابوكوا يشتري لكم المنصر ماشين ده. انتوا محوشين كام قولولي؟ هو ثمنه كام؟ مش اقل من 100 جنيه. احنا هنساهم بكل ما نملك. محوشين كام يعني؟ 7 جنيه. حلوين؟ بقولك ايه؟ لا وبعدين معاكوا يا اولاد ايه؟ انتوا هتتخانقوا؟ سيب الانصر ماشين بقولك. لا ما تسيبي له يا بنت المنصر ماشين بتاعه. يا ماما كل شويه تقولي منصر ماشين وانا بفوتلك. امال اسمه ايه؟ فكرني. انصر ماشين. انتوا مش اشتريتوه؟ الخناق داير على ايه؟ اقدر اعرف؟ هي عايزه تسجل بصوتها. ليه؟ البيت ما فيهوش رجاله؟ سلام يا اخويا، وانا ما اسجلش بصوتي ليه؟ مش يمكن يكون فيها الفرج؟ انت هتشحتي؟ افرضي مثلا يعني مثلا حد طلب نمرتنا وسمع صوتي عجبه في الانسر ماشين. ما 3/4 الجوازات الايام دي بتتم من جرار الانسر ماشين. سيبها يا ابني تفك عن روحها. اتفضلي يا اختي. اتفكي. سجلي بصوتي. رجع الشريط. رجعت. من فضلك احنا مش موجودين دلوقتي، ولو سمحت واتكرمت
اترك رسالتك واسمك وعنوانك ومرتبك وامكانياتك ومامتك عايشه ولا فلسعت؟ ايه هو اعلان جواز؟ مش يمكن يا ابني زي الجواز بالكمبيوتر؟ بقى ده كلام يا ابني برضه؟ يعني يبقى راجل البيت موجود وحسه في الدنيا، واختك تسجل بصوتها الكلام الفارغ ده على الانسر ماشين؟ ما عاشت ولا كانت يا بابا. يا ابني تسجل بصوتها لما البيت ينعدم بالرجاله، لما رب الاسره يتوفى الى رحمه الله. بعد الشر عليك يا بابا. هات الشريط، هات شريط. ادي الشريط. رجع بقى الشريط. رجعنا الشريط. سجل بقى. 1 2 3 خش. وريني كده انت مش عارف حاجه. الو 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 6 4 9 8 الو. ايه يا بابا هو احنا في فرح؟ يا ابني نسيت، جل من لا يسهو. اسمع، رجع الشريط. رجعنا الشريط. سجل بقى. 1 2 3 خش. الو الو، انا مرضي عبد المرضي سليل عائله عبد المرضي طوخ طنبشه غربيه، اتوجه بالشكر الجزيل للسيد المحافظ والسيد مدير الامن والسيد وزير الزراعه. ايه ده؟ هو انت بتسجل من الاستاد؟ يا ابني بالراحه على ابوك، بالراحه يا بابا. يا بابا انت هتقول للي يطلبنا انا غير موجود، سيب نمرتك وهطلبك ان شاء الله. ايوه حصل ايه يعني؟ اندمجت يا اخي، اندمجت. رجع الشريط. رجعنا الشريط. 1 2 3 خش. الو الو انا غير موجود، انا غير موجود، سيب نمرتك وهطلبك ان شاء الله. واذا ما كانش انا هقول لام جلال تطلبك، واذا ما كانش هقول لدلال تطلبك، واذا ما كانش هقول لجلال او منال او كمال. ايه يا بابا اختصر. والسلام عليكم ورحمة الله. أما العنوان فنحن نقيم في 7 حارة بالتكال حي السيدة. يا دي النيلة يا بابا، انت بتعرف الحرامية عنوان بيتنا؟ الحرامية؟ وادي انا جاتي. ايوه يا ابو العمد. انت نازل مصر صحيح يا ولي؟ ايوه يا ابو العمده ان شاء الله، وراجع في ليلتها بعون الله. اي خدمه يا ابو العمده؟ بقول لك ايه يا ولي، تعرف مرضي؟ يا سلام، ما اعرفوش ازاي يا ابو العمده؟ فاكر يا ولي يوم ما جه القاف وخد سته ونزل مصر؟ ايوه يا ابو العمده. الواد ده يا ولي يا نجاتي ايام ما جه ياخد سته حود يسلم عليا وميل وقال لي اديني قرشين يا ابو العمده اغطي بيهم مصاريف ستي وهبعتهم لك. وبعتهم يا ابو العمده؟ الظاهر والله اعلم ما جاتش فرصه لحد نازل الكفر يبعتهم وياه. طب ايه المطلوب مني يا عم؟ هديك نمره تليفون تتصل به من باب الحديد يا ولي، وتقول له العمده بيسلم عليك. ايوه. وبيقول لك الامانه طولت عندك ليه؟ هيجي لك المحط يديك اللي عليه تصر لهم لحد ما ترجع الكفر يا ولي. هتقول له ايه يا نجاتي؟ اقول له ابويا العمده بيسلم عليك. أيوة. وبيقول لك الامانه طولت عندك ليه؟ الو، انا مرضي عبد المرضي. اني نجاتي جاي لك من طرف العمد. ارجوك انا غير موجود وهطلبك غير موجود؟ انت مش قايل انا مرضي؟ الو الو الو، ايه ده؟ اها الو، عم مرضي موجود؟ انا غير موجود. اني نجاتي جاي لك من طرف العمده. سأتكلم بعد الزمارة. كده برضه؟ طب والله لا الا ابويا العمد. اقول الو مرضي هنا، يرد عليا ويقول لي انا مرضي. اقول له انا نجاتي من طرف ابويا العمد، يقوم يرد يقول انا غير موجود. انا غير موجود؟ منين موجود ومنين انا مش موجود؟ مرة واثنين وعشرة يا حضرة العمد. وكل ما اقول له انا من طرف ابويا العمد ينكر نفسه. طب ناولني ويزمر. ناولني ولا التليفون؟ ناولني التليفون. بقول لك ناولني.
ناولني التليفون لما اشوف الكلام الفارغ ده ايه. وادي النمره يا ابو العمر. ايوه. الو الو، انا مرضي عبد المرضي. ايه العمده معاك على الخط يا مرضي؟ انا غير موجود. غير موجود؟ وأرجوك يعني اطلب ايه؟ رسالتك اخص بعد عليك. الزمارة. الغير موجود قال دي اهانه يا رجال. ايوه اهانه ما يغسلهاش غير الدم. ايوه البندقيه ام روحي من عندك يا ولي يا نجاتي. حاضر يا عمده. يا مرضي يا عبد المرضي، مش انت اللي تعمل كده. مش انا اللي هعمل كده؟ ازاي يا استاذ؟ عيب تنكر نفسك مني كل ما اكلمك وتشغل الانصر ماشين. سمعت صوتي؟ يجنن، بس لو دفعت اللي عليك تجنن اكتر يا مرضي. اللي عليا هو انا عليا حاجه لا سمح الله؟ اتعاب القضيه اللي فاتت، ولا انت تطلبني في البلاوي ولما طالبك تشتغل لي شغل الحاوي وتشغل الانصر ماشين؟ وانا شغلت الانصر ماشين ده يا استاذ اللي علشان الولاد عاوزين كده. خش في الموضوع وشوف عليك ايه. طب مش تستنى لما اقبض المعاش؟ مرضي يا عبد المرضي، سدد عشان هتحتاج لي. يا ساتر، هتحتاج لي عن قريب ان شاء الله. يا ساتر. يعني انت هتبشر عليا بالقضايا ليه يا استاذ؟ ما دام ركبت الانصر ماشيني وبتقول فيه للحراميه انا مش موجود، هيسرقوك وهتجيني تلالي وتقول الحقني يا فرحات. فين اللي عليك؟ الله يجازي الانصر ماشيين ده. وانا اعمل ايه يا انكل عمو؟ ايه انكل هتعمل ايه في ايه يعني؟ مش هما اللي سلموني الشقة من غير شبابيكها ولا ببناتها ولا تولدتها؟ اللي ببنتها ايه جرايه يا ابن حبيبي؟ انت عاوزني اسلمك بنتي تعيش معاك في بيت مفتوح على البهلي؟ ويحصل ايه بس يا انكل عمو؟ كأننا ساكنين في خيمة من بتوع اللي بيقولوا خيم الايواء دي. يا ابني حرام عليك، حرام عليك اللي بتقول بنتي انا تسكن في بيت لا ليه باب ولا ليه شبابيك والرايح والجاي يتفرج عليها وكلاب السكك تنكف فيها. لا ما هو انا لو كان معايا فلوس ومالية كنت امنع الكلاب دي واركب لها الصحي والنجارة وما يستجد وكلامي كله جد وما تأخرش. لا ولو ما تعقدهاش. ايه ده؟ ربنا يفكها في ايه ده؟ وشك. يا ولاد يا اللي بره العبوا مع بعض وعيب كده. قلت ايه يا ابني؟ انا هقول ايه بس هقول ايه يعني؟ يعني الشقة دي هيبقى فيها بيبان وشبابيك وصحي امتى؟ لما يمسكوا الحرامية بتوع اللصوصية ويقرروهم بدون ما يعذبوهم. بقول لك ايه يا ابني، انت تاخد دبلتك وتوريني قفا حضرتك. مش بقول لك انت تعطل وبعدين المكان. طف التلفزيون اللي جوه ده يا بنت يلا. قلت ايه يا ابني؟ ما كانش يومك يا دلال وما كانش يومك يا دلال وما كانش يومك يا بنت يا بنت ما تعمليش في نفسك كده. ما اعملش في نفسي كده ازاي وابويا واقف في سكتي؟ ابوكي هيقف في سكتك برضه، مش عيب الكلام ده. ما قاله ما عكاشة ابو نداشة قال له ايه؟ ده على بال يا بنتي ما يحققوا ويدوروا على الحراميه ويرجعوا الشبابيك والبيبان عاوزة لها 3 سنين. ما هو مش عكاشة قال له مش هستنى الحراميه وهعمل جمعيه اقبضها كمان 4 سنين واركب النجاره والصحي. وهتفضلي بقى مرهونه على حسه لما يقبض الجمعيه. اهو عريس اتباهى بيه والسلام. هما مش بيقولوا ظل عريس ولا ظل حيطه؟ قولي لي يا ماما. نعمين يا ابني؟ ممكن نتحاور مع بعض؟ اللي يروق لك يا حبيبي. يعني ممكن اقترح بكل ديمقراطية اقتراح. اقترح يا ابني. علشان اختي دي تتجوز جوازة كويسة سالكة ومش معقدة، وعشان نخلص منها لابد من التغيير. ما انتوا بتغيروا، ده انا طول النهار اغسل في هدوم. هدوم ايه يا ماما؟ يا ماما مش ده التغيير اللي انا اقصده. امال عاوز تغير ايه؟ ملاية السرير؟ سرير؟ اغير مظهرنا يا ماما، ماضينا علشان يتوائم مع حاضرنا. ازاي يا ابني؟ كلمني بالعربي. شوفي يا حاجة، صلي على اللي هيشفع فيكي. قرب قرب قرب
قرب عندي وجرب يا ابو البنات ميت. خد لك 3 براويز. البراويز فرجني يا اخويا. براويز لزوم جواز البنات والرسم على القفوات. قرب 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 يا اخ لو سمحت، احنا عاوزين صورتين لجدي وعمي لو سمحت. جدك ابو امك ولا ابو ابوك؟ ابو والدتي اللي قدامك دي. ما شاء الله ما شاء الله على البياض والربربه. ده انت يلزمك اب تركي يا حلوه. ايه ده يا اخويا متراخر تركي ده ايه؟ عشان يليق ببياضك وحمار خدودك. ايه رايك؟ ايه رايك يا واد؟ رايي ايه؟ ده بيعكسك يا اما. دي صورة مين بقى بالظبط يا اخ؟ حد معروف؟ لا لا يا فندي. إيه مش عيب برضه علقها في الصالون وسميه اي اسم. لا زغلي، حشمت، بابا غنوج، اي اسم يعجبك يا جميل. شوف يا اخ خليك معايا انا. احنا عاوزين كمان صورة اخو بابا، ابو بابا، حد ابها والسلام يعني. والدك لا مؤاخذة شكله ايه؟ تخين ومربرب واسمراني وشعره ناعم وبيلبس تريننج سوت. خلاص خد الصورة دي. باشا من بتوع زمان قوي، اخر قباه. طب وماله يا اخويا لابس طربوش قزعه كده؟ الله، لزوم الهيبة والقباه. مين قال عايز برواد؟ يا ابو البنات ميت. خد لك 3 براويز. طب لفهم يا اخويا. ايه دول يا كيدان؟ براويز. براويز؟ ومين اللي جواهم دول؟ دول جدي وجدك. نعم. جدي وجدك ازاي يعني؟ ده جدي حشمت باشا. حشمت؟ انت جدك كان اسمه حشمت باشا؟ وده جدك انت بقى يغمى باشا. يغمى؟ اشمعنى يغمى دي؟ اهو الراجل بقى هو اللي قال لي كده. راجل مين؟ بتاع البراويز. هي ايه الحكايه بالظبط؟ انا هفهمك. النهارده الناس مش بتحب الفشر. صح. وكل واحد بيتبرى من اصله على قد ما يقدر. صح. عشان البت بقى تتجوز جوازه كويسه نعمل زي غيرنا يا اخويا ونفشر ونتبرى من اصلنا. بعد ما تتجوز نرجع لاصلنا. كيداهم هو في ايه بالظبط؟ ما تيجي يا واد تتحاور وتقترح وتفهم ابوك. البركه فيك انت يا ماما. هو مين ده اللي يتحاور ويقترح؟ انتوا بتعملوا ايه يا ناس؟ حرام عليك، انا دماغي دخلت. اتخمد نام منك له لهب. اسمع صوت حد فيكم اكله بسناني. الناس جوه جايين يخطبوني ولو شافوكوا انتوا ال5 هضيع. اقول لكم حاجه، يقروا الفاتحه وبعد ما يتفقوا ابقوا اطلعوا. بس سايقه عليكم النبي ما تقلبوا العريس زي المره اللي فاتت. بس يا واد اخرس. لكن مين حضرته اللي في الصورة ده؟ ده جدي الله يرحمه يا شكرهان. باين عليه مغربي او تركي. يا اختي تركي. الله يرحمك يا حكمة باشا، كان باشا قد الدنيا وطناش مكتوب على اسمه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. دي عيلة أصيلة متأصلة بجد. ومين بقى حضرته؟ ده جد مرضي. ما تتكلم امال يا مرضي. ده جدي يغمى باشا. ده كان احسن واحد يضرب بومب في الشرق الاوسط. يضرب بومب؟ تقصد حضرتك مدفعجي؟ مدفعجي. يا سلام سلم. ويا ترى يا هل ترى كان مدفعجي دبابات ولا طيارات يا مرضي بيه؟ كان مدفعجي رمضان. مدفعجي رمضان؟ اشتري لك صور عشان اعليك تقول جدي كان مدفعجي رمضان؟ امال كنت عاوزاني اقول ايه يا كيداهم؟ اديك ضيعت العريس. مش قلتلك واقف لي زي الرصد؟ بس يا بنت انت بلا كلام فارغ. شيلي هذه الصور دي من هنا. شيل. ايوه يا اخويا، حط همك بهم الصور. وعملت لك ايه الصور بقى؟ يا ستي اللي عاوزنا زي ما احنا اهلا وسهلا. عاوز بقى جده الباشا وعمه ساعدت له
يدور بقى على اللي من وقمه. طب واللي هيجيلي ده هيجيلي ليه وعشان ايه؟ تقدر تقولي؟ كل شيء نصيب يا بنتي. ما انت يا مرضي يا اخويا لو علمتها ما كانش ده حالها. اعمل ايه بس؟ زنخت مخي وتقاليد زمان. زمان ايه وزومن ايه؟ لو علمتها يا مرضي كان بقى لها كيان تاني. ايوه انما كده هو لا يا مرضي. طب والعمل؟ عمل ايه؟ علمها حرفه يا اخي. والله ايه حرفه؟ حرفه ازاي يعني؟ يعني ايه تتعلم آلة كاتبه، كمبيوتر، تروح مشغل، اي حرفه. كمبيوتر؟ تفتكر الحكايه دي على الاقل يا مرضي احسن من براويز الكذب والغش. البراويز؟ براويز ايه؟ ولا برضه بتاع براويز. يا واد ايه؟ رجعت البراويز؟ الراجل مرضيش. مش قلت له جابوا لاختي العكس؟ قلت له. امال ما رجعهمش ليه بقى؟ قال لي ما دام جابوا العكس خد غيرهم. هم دول اللي معاك؟ ده بقى جدك وجد بابا، وقال لي الصوره دي مبروكه ومجوزه دستتين قبل كده. طب خش علقهم في اوضه القعاد قبل الضيوف ما يجوا. يا دلال اطلقي شويه بخور يا دلال. والله انا حاسس ان مفيش فايده برضو. اوضه القعاد جاهزه يا ام جلال؟ جاهزه يا اخويا وعلى سنجة 10. انا معايا ابو العريس. خليه يتفضل. يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا. يا ساتر يا ساتر. اهلا اهلا. ده البيت المتواضع نور، وشرف عظيم ان ابن سعادتك بيطلب ايد بنتي انا. شكرا يا مرضي بيك شكرا. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده؟ صورة مين دي؟ دي صورة جد سي مرضي يا باشا. جدك ده يا مرضي؟ قول قول. امري لله. ده جدي اغلي باشا، ودي بقى شوكت باشا جدي مرضي لزم. دي صورة جدك؟ ايوه. مش ممكن. ليه؟ ده نابليون. جدك ازاي يا مرضي؟ بقى ما لقيتيش جد ليا غير نابليون بونابرت. يا مثبت العقل والدين يا رب. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. فاكرني سيادتك؟ الله، امال يا عم مرضي دي عشرة عمر. انا اصلي عرضت على عبد افندي اني اشتغل، فقال لي حضرتك شغال في الاعمال الحرة. امال قول لي يا عم مرضي. نعم. تفهم في الاعمال الحرة كويس؟ يا سلام، وحد عنده خبرة طويلة في الاعمال الحرة والعلاقات العامة قدي. طيب هكلفك بمأمورية ناكل منها لقمة حلوة احنا الاتنين. أؤمر. عاوزين 2 سلعوة. نعم. 2 سلعوة. 2 سلعوة. بتضحك ليه يا عم مرضي؟ طول عمرك ابن نكتة. بس انا بتكلم جد. بيزنس. 2 سلعة. 2 سلعة ازاي يعني؟ ده صنف جديد من السمنة الصناعي. لا 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 لا. ده واحد صاحبي قرأ عن السلعوة لكنه ما شافهاش. ومين فينا شافها؟ بعت لي جواب من ألمانيا وقال لي مادام عندكم حيوان نادر زي ده بتقتلوه ليه؟ والله صدق. طلب مني جوز. جوز؟ دكر وانتايه. ودول مؤاخذة هيتوفروا منين وازاي؟ هيدفع في الدكر 400 مارك وفي النتاية 2400 مارك. 2400 مارك؟ ايوه. اللي هو المارك يعمل كام النهارده يا اخ طلبة؟ يا سلام، شوف الناس اللي بتقدر يا جدع. يعني اللي في بلاد بره طالبين الحيوان النادر واحنا عمالين نقتل فيه. وهي السلعوة اجدع من مين يعني؟ ما عملوا كده في الغزال والنسور والصقور والثعالب لما فضوها. ايوه بس انا ما وافقتش طبعا.
طبعا يا مرضي، هو انت بتاع سلعوة؟ السلعوة. شوف يا اخي الناس بتفكر ازاي. واحد زي ده هياخد جوز السلعوة ويحطهم في جنينة حواليها سور ويفرج عليهم أمة أوروبا كلها، الحيوان المصري النادر ده، ويلم الله. قول لها يا معلم حتاتة. ايوه. قال هي السلعوة دي متوفرة فين بالظبط؟ جلال اصحى. ايه مين بابا؟ ما تعملش دوشه ولا اي حاجه. اصحى وتعالى ورايا. تعال. ايه بس في ايه بالظبط يا بابا؟ اقفل الباب. هي الحكايه ايه بالظبط؟ بقول لك جهز نفسك عشان هننزل سوا مشوار مع بعض. مشوار؟ ايوه. مشوار يعني ايه ده بتاع نص الليل ده يا بابا؟ ايوه. وطي صوتك شويه ما تصحيش اللي في البيت. مشوار ايه ده يا بابا؟ هنطلع نصطاد 2 سلعوة. ايه؟ نصطاد ايه؟ يا ابني ما تزعقش كده ليه؟ سلعوة حبيبي يا ابني. ايه ده؟ انت بتترعش ليه كده يا ولد؟ يا ابني ده انت الراجل اللي بعتبره دراع اليمين. ما هو اصل سيرتها ترعب يا بابا. سيرتها ترعب. امال لما تشوفها بقى هتعمل ايه؟ اشوفها. بقول لك ايه، نجر من قدامي دلوقتي. نجر يا حاضر. خلفة تقصف العمر. خش ناولني ايدي الهون. خش. ليه؟ للدفاع عن النفس. عارف يعني ايه دفاع عن النفس ضد اي هجوم مفاجئ؟ واسمع، هات معاك كمان غطا حله. طب وهتعمل ايه بغطا الحله؟ بعدين بقى صدادة زي الدرع بتاع زمان. يلا ناولني. شايف ايه؟ شايفها كحل. ايه كحل؟ يا نهار. طب بص كده في النضاره المعظمه بس بالعدل، مش كده. بص. شايف ايه؟ صح. شايف 3 سلاعوة. 3؟ قاعدين ومتجعصين قوي. طب اسمع، نشن لي على الذكر. الذكر؟ نشن على الذكر. الذكر اللي على اليمين عدل. حلو. قول لي انا مش عرفك انه ذكر؟ قفاه احمر يا قمر عيش. قفاه احمر عشان كده ذكر. طيب والنتايه؟ النتايه هي اللي في النص. جهز الشبكه والاسلحه واستعد للهجوم معايا. انتشر. بتقولي ايه يا بت؟ وطي صوتك. بتقولي ايه؟ بقولك بابا خد الواد جلال في نص الليل نزلوا؟ راحوا فين؟ خدوا ايده الهون وغطى الحله. ايد الهون وغطى الحله؟ الظاهر راحوا يرهنوهم ويجيبوا خزين الشهر. طب وهم فين دلوقتي؟ رجعوا في وش الفجر معاهم قفصين. قوطه؟ لا، الظاهر والله اعلم بتنجان. حطوا القفصين في اوضه القعاد وقفلوا عليهم بالمفتاح. واتسحبوا ودخلوا ناموا ولا كلمه. بتقفل على خزين البيت يا مرضي. ايوه، مين بيتكلم وعاوز مين حضرتك؟ صباح الخير. انت؟ وبعدين معاك بقى، مش هتبطل معاكسه ولا ايه؟ انا عاوز اتملى. يعني ايه تتملى؟ بقول لك ايه، انا مش بتاعت كده ولا بتاعت كده ولا كده ولا كده. طب ممكن نتقابل مرة واحدة؟ خلاص، اتفضل قابل بابا وشوف بابا هيقول لك ايه. وهو باباكي موجود؟ نايم. طب انا جايله دلوقتي. خير البر عاجله. طب مش استنى لما نعمل حسابنا ولا نعمل حسابنا في حاجة ولا حاجة كده يعني؟ انا ما اضمنش نفسي، لو اجلنا لبعد الظهر ما اضمنش نفسي. قلت لي ايه؟ لا يا حبيبي، تعالى تعالى تعالى.
بنتي ما قلتلك مش راضي يصحى؟ يا اختي مش راضي يصحى، يسهر طول الليل هو وابنه ويرجعوا اخر الليل بقفصين، ولما يجي العريس تقولي لي مش عايز يصحى. غلبت. وعريس ايه ده بقى اللي يزور ناس الظهر؟ يا اختي الظهر ولا العصر ولا ان شاء الله الفجر، حد طايل واحد مستعجل بالشكل ده. طب خشي صحيه وهاتي منه مفتاح اوضه القعاد. مش قلتلك حاطط مفتاح الاوضه معايا عشان يفرسني؟ طب والله لا انا مصحياه. هو يا لهوي، عريسي جه انا جايه اهو. عريسي جه. لا مؤاخذة يا ابني، اصل كنت سهران للصبح. معلش يا عمي، معلش. مؤاخذة الأوضة مكركبة شوية، لكن انت هتبقى مننا وعلينا. طبعا يا عمي طبعا. ايه ده؟ ايه مالك؟ في ايه؟ مالك يا ابني؟ انت مالك؟ الفاص اللي هناك دي بتتحرك كده ليه؟ فاص؟ الفاص بتتحرك. لا ما تخافش يا ابني، دول جوز سلعوة. نعم سلعوة. بص سلعوة، بيقول سلعوة. الحقوني. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعديك ما سكتش بقى الا لما الجيران اتلموا وجريوا والدكاكين قفلت والقهاوي شطبت ووصلت دورية الركبة، وعينك ما تشوف الا النور. وفين الني يستوي؟ وشالونا انا والاقفاص وحدف في البوكس ومحضر بقى سين جيم. جبت دول منين؟ موديهم فين؟ دخلت في قواضي بعيد عنك، قواضي اول مرة اسمع عنها. حماية البيئة، الرفق بالحيوان، التهرب الضريبي، والغرفة التجارية. يا مرضي يا عبد المرضي، انت ارتكبت جريمة شنعاء. جريمة؟ هي دي جريمة وشنعاء كمان؟ طبعا، ومن حق بتوع الحماية يدخلوك السجن. سجن؟ ليه؟ عملت ايه؟ ممنوع العبث بالبيئة. وانا عبثت ايه بالبيئة؟ ايه اللي عملته في البيئة غلط؟ اعتداءك على الحيوانات النادرة ووضعها في الأسر والتحريض على تهريبها خارج الأراضي المصرية جريمة. حيوانات نادرة؟ طب ولما هي حيوانات نادرة ما احتفظوش بيها ليه؟ ما هيئوش ليها ليه الجو المناسب بدل ما يقتلوها؟ يا مرضي الكلام اللي انت بتقوله ده كان زمان، دلوقتي فيه اهتمام كبير بالحيوانات النادرة وحماية هذه الحيوانات النادرة. طيب انا هسلم باللي بتقوله. تقدر تقول لي بقى الجوز السلعوة الذكر والنتاية اللي خدوهم عملوا فيهم ايه؟ ضربوهم بالرصاص في مقتل. ضربوهم في مقتل؟ مش سلعوة يا مرضي، سلعوة. حماية الحيوانات النادرة. يا مثبت العقل والدين اهرب. اتفضل يا ابني. اهلا اهلا اهلا. اسند ظهرك كده على الكرسي. مالك يا ابني انت مخضوض ليه كده؟ ابدا يا عمي. طب اتفضل اتكلم اتبحبح. انا طالب. ايوه. ايد. ايوه. الآنسة دلال. يا ربنا ينتعك يا ابني وينتعنا بالسلامة ان شاء الله. اهلا يا ابني. قول لي عندك شقة؟ اوه عندي يا عمي. متأكد؟ زي ما انا شايف حضرتك كده يا عمي. يعني شقة فيها شبابيك بيبان وكوالين وبلكونات يا عمي. اهلا اهلا. فيها صحي؟ صحي سخن وبارد يا عمي. شقة ولا معاك وصل ولسه يعني هتستلم المفتاح؟ لا 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 يا عمي لا. انا استلمتها من مساكن الشباب من شهر واحد بس. طب هاتوك المفتاح. مالك يا ابني؟ اتفضل. العادة. ايه ده؟ اتفضل. ايه ده؟ عقد عطيه. ايه ده؟ ممكن اعرف اسمك ايه وبتشتغل ايه؟ اتكلمتش انا اهو. والنبي ما كنت مصدقه. جاني لحد البيت وقلت يا ريت عمرها ما كانت تعمر بيت. انت هتعددي؟ بسمع اللي ما بيسمعوش وما بيقدروش.
عريسي جاهز مجهز، عنده شقة في مدينة الكهرمان ومخلص من مجاميعه. حد فيكي يا حارة تهنى زي هنايا؟ يا بنت ما تقريش، حكيم انت قرك دكر. عريس يا بابا، ما طلع مقلب. مقلب ازاي يا ولد؟ عارف شقته اللي بيقول عليها دي فين؟ في الحتة اللي اصطادنا منها السلعوة، مدينة الكهرمان. مدينة الكهرة هي دي اللي يا خبر زي وشه. ومش هيعتقوها، عليا النعمة لما يعرفوا انها بنتك هيفشفشوها. هما مين دول يا ولد اللي فشفشوها؟ السلعوة. السلعوة؟ هما دول بيسيبوا طارهم يا بابا. والله عندك حق يا مرضي. انا اسكن البنت في منطقة محاطة بالسلعوة. طب هتعمل ايه ما دام الواد العريس لقطة؟ هو لقطة وبس؟ ده لقطة ولقطة بس، عيبه شقته. هما الجماعة بتوع الاسكان دول غلطانين. ليه يا استاذ فرحان؟ المفروض قبل ما يسكنوا الشباب اللي في مقتبل عمره ده يحصنوا المنطقة. يحصنوا المنطقة ازاي يعني؟ المدن المتطرفة اللي زي دي مش مهم تملاها مساكن وبس، لكن مساكن وامن وامان. امن وامان، الله اكبر عليك. وكي يتحقق الامن والامان في هذا الزمان كان لابد من الاتي يا مرضي. ايوه، الاتي اللي هو ايه بقى عدم المؤاخذة؟ تدفع اللي عليك، اكتب لك عريضة تسور المسؤولين، وتضع شروط حماية كافية للساكنين المقيمين. يا أستاذ فهمني، حماية إيه اللي أنت بتقول عليها دي؟ ما تعرفش الحماية يعني إيه؟ يعني قبل ما تسكنوا الناس اضمنوا سلامتهم، خصوصا في مثل هذه المجتمعات. الصبر من عندك يا رب. يعني عايز الإسكان يعمل إيه يا محترم؟ العقد مثلا، العقد لازم ينص على بند من أهم البنود اللي أغفلها الإسكان. يا سيدي منك نستفيد. إيه هو ده بقى البند يا أستاذ؟ يعني مثلا يقر جهاز المدينة ويعترف أن المنطقة خالية من السلعوة، وأي ظهور للسلعوة تخفض قيمة الإيجار الشهري للإسكان الاقتصادي بنسبة 50%. شيلوا عني يا اولاد. ايه ده جايب ايه يا بابا؟ جايب كوارع وملوخيه. وليه ده كله يا بابا؟ قلت ارم عظمي علشان اقدر اواجه العريس واهله. انت هتحارب؟ يا بنتي انت بتطلعي لي منين؟ جايب كوارع عشان تحارب ولا عشان تخطب لبنتك؟ يا بنتي وانا اكره ان ربنا يوعدك بابن الحلال. اهو ابن الحلال جاني يا بابا، وعنده شقه وجاهز من مجاميعه. امال انا جايب الكوارع ليه؟ عشان اتغذى واقابله بكل بشاشه. بقول لك ايه، قومي اسلقي الكوارع، قومي. وانا اروح فين يا شاكر؟ اروح فين؟ الله، مش ابنك اللي عاوز كده؟ اروح حته زي دي لناس زي دول اخطب لابني؟ مش بيحبها يا دولت؟ نو يا شاكر، نو. عشان خاطري يا دولت، عشان خاطري خلي الليلة تفوت على خير. ودي اسمها ايه؟ بنت مين؟ ابوها مين؟ ابوها الاستاذ مرضي. يعني ايه؟ يعني ايه يا شاكر؟ يعني ايه؟ هي الكوارع لسه ما طابتش؟ لا، ولا حطيت في يومها. ده احنا بقينا المغرب وابوكي جوه على نار. وانا هعمل لها ايه يعني؟ هو يعني ما تجيبش كوارع الا النهارده؟ من حظي وبختي الاسود، عريسي جاي وانا مغروزه جنب الكوارع. طب خشي انت غيري هدومك وسرحي شعرك وانا هقعد جنبها. الله في سماه، الله في سماه، لو الجوازه دي اتكعبلت لاعمل لكم محضر تعدي. الله، الاكل اللي طعم. الاكل ايه الصوت ده؟
هو انت يا ابني ما تقعدش تمصمص قدامي وتعمل لي ازعاج، احنا بناكل. ايه بلاش اكل؟ بالراحه بالراحه يا ابني، اكل الكوارع مزاج مش لهط وهبر. ايه مش ماما قالت كل بسرعه قبل العريس ما يجي؟ طيب كل ايه ده يا ابني؟ انت تبطل مصمصه تقعد تخبط. بلاش اطلع البهريز اللي في المنصوره. اشفط ما تعرفش تشفط؟ وادي الماسوره. ايه ده؟ انت بتحذف ايه؟ بحذف الماسوره. يا نهار اسود، بتحذف الماسوره بالشباك. ما الطبليه زحمه والعظم كتير، بلاش انضف. مش شباك يا ملوث البيئه يا غبي. عليه العوض ومنه العوض. ايه ده؟ في ايه؟ حصل ايه؟ ارتاح يا ابني ارتاح. انت هنا في العربية. انا فين؟ انا مين؟ انا فين؟ ايه دي؟ انا على عربية كرو. انت في عربية الاسعاف المجهزة المتطورة. ايه المتطورة دي؟ ايوه. متطورة ازاي يعني؟ دي عربية ملهاش سقف. ما هو ده التطور يا ابني. استريح بس استريح، ده العودة الى الطبيعة والهواء الفريش. وانا هنا بعمل ايه يا عم الحاج؟ انا اللي بسألك انت هنا بتعمل ايه؟ انا مين؟ انا فين؟ انا يا عم الحاج كل اللي افتكره ان انا كنت ماشي في حالي. عظيم عظيم جدا. جاي منين وراح فين؟ اسمي ايه؟ ابني مين؟ امي مين؟ ابويا مين؟ كله مسح. ايه ده ده مسلسل ده ولا ايه؟ فجأة يا عم الحاج لقيتني هنا. هي العربية الكرو دي واخداني وراحة فين يا عم الحاج؟ والله يا حضرة الضابط ما كان قصدي ولا قصدي. ضربتوه بايه؟ عملتوله تربنة. والله يا بيه الولد ابني حدف الماسورة من الشباك. ماسورة؟ ايوه. ضربتوه بماسورة؟ لا يا مش ماسورة من اللي فيها الهبر. البهريز بيخر وحواليها الجيلاتين بيلظ. نعم يا اخوان. انت هتستقبل هذا انت هذا ولا ايه؟ واد ايه يا بيه؟ عيب، ده انا راجل كبارة يا بيه. انا بعترف لك بالحقيقة. ماسورة ايه اللي فيها البهريز بيخر والجيلاتين بيلظ؟ يا بيه ده كارع. استنى كارع يعني ايه كارع؟ مفرد كوارع يا بيه. الولد من قلة الاعتناء بعيد عنك شفط البهريز ولهط الجيلاتين، وزي امه ما بتعمل طوح الماسوره من الشباك. هي امه بتطوح المواسير من الشباك هي كمان؟ هي المواسير بس، دي بتطوح عيدان الملوخيه وقشر الطماطم واحيانا كيس الزباله. اسم الله على مقامك. عياني ياما، تقوم ما تجيش الا في دماغ عريسي. حظه كده. يعني ايه بقى حظه كده؟ وايه اللي خلاك بقى تنشن من الماسوره فوق دماغه ظبط؟ ما هي دي قله نظافه واعتناء واستهتار. هو بقى يا سلام. ومين اللي وزك تنشن على العريس تفقده الذاكره؟ مين يا اخويا اللي وزك؟ يا بنتي اهدي، بعون الله ذاكرته هترجع له. وده بقى هيقعد يتعالج لغايه امتى؟ الدكاتره بيقولوا قدامه نقطتين. وايه النقطتين دول؟ يا اما ربعين قرن، يا اما نصين، يا اما 3/4. يا لهوي. اطمن يا مرضي، هيخف وترجع له الذاكره ان شاء الله. بعد قد ايه يا استاذ؟ بعد قد ايه؟ ربع قرن ولا ربعين؟ يا مرضي العلاج اتطور واتقدم، واللي زي ده ما ياخدش تحت الاجهزه الحديثه غلوه. ايدي على ايدك يا استاذ فرحات، الواد هيضيع مني في قضيه والبنت هتموت روحها على جوازه. مستشفى الحنان الاستثماري عندهم قسم حديث لعلاج فقدان الذاكره، ويقعد عندهم كتير. جمعه واحده يقوم من تحت الجهاز يتنطط ويقول انا فوزي شاكر وعروسي دلال مرضي. بس الجهاز يكلفك حبه زياده يا مرضي. حبه؟ قد ايه يا استاذ فرحات؟ بعد الواسطه والرأفه وشهادات الفقر الجلسه هتكلفك 230 جنيه. 230 الجلسه؟ طيب ياخد كام جلسه؟ قول جلستين في اليوم، اضربها واحسبها.
واعمل حساب اتعابي قبل كل شيء لو سمحت. كمان يا مثبت العقل والدين يا رب. الله، ايه الاكل ده؟ ايه يا ست من يد ما نعدمها. وادي طبق الفول ابو زيت زيتون. الله، ايه الطعابه دي؟ ايه ده؟ وادي يا سيد البيض مسلوق نص سليق. الله يعمر بيتك. العيش فين؟ اهو. طب ما تفطري بقى معايا عشان نفسي تتفتح. حاضر. نسيت الملح. نسيت الملح؟ تعيش وتنسى ام ولاد يا جنتل يا جميل انت. وادي الملح. اللهم صل. ايه ده؟ فين الملح ده؟ اهو. وماله ملعبك كده؟ انا عارفه مفيش كيس ملح يا ربي زي التاني. هاتي بس منك زي السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. العظيم يا ربي، ايه الكلاكيع البني اللي في الملح دي؟ مرة اشتري كيس ملح الاقيه مندي، ومرة مكعبل، ومرة ابيض زي البفتة، ومرة بني مهبب. ملح بالالوان. يلا هنعمل ايه؟ وده اسمه ايه الملح ده يا ام جلال؟ ما تقرا انت. حد يا اخويا كان قالك عليا ثقافتي فرنسية. فرنسية؟ وريني كده. ايه ده؟ ملح المناسبات لشركة العصر للملاحات. يعني مناسبات ايه الملعبيكة دي؟ وايه ده ليه ريحة؟ اعوذ بالله. وسعي من سكتي، وسعي. اي خدمة يا استاذ؟ لو سمحت، احنا اشترينا كيس ملح عليه اسم الشركة بتاعتكم الموقرة. متشكرين اوي، بالهنا والشفا. الله يخليك. بس بص حضرتك. نعم. لقينا الملح مكعبل وملعكك ومندي وفي شوائب بتشغي. بص. يبقى مش ملحنا يا استاذ. نعم. امال ملح مين؟ مش انتوا شركة العصر للملاحات حسب ما هو مطبوع على كيس الملح؟ بص حضرتك. ايوه اي نعم احنا. والملح اللي جوه الكيس ده مش يبقى ملحكم؟ للاسف يا استاذ لا. طب وايه اللي دخل ملح مش ملحكم على كيس من اكياسكم؟ والله دي مش مسؤوليتنا، عليك وعلى الرقابة. رقابة؟ يا استاذ الملح ده مغشوش وياما من ده في السوق. طب يا استاذ، المستهلك يميز ازاي بين الملح المغشوش واللي مش مغشوش؟ ما عنديش فكرة. ولما انت ما عندكش فكرة حكمت عليه ازاي انه مغشوش؟ يا استاذ ملحنا ابيض وزي الفل، وده مهبب ومش زي الفل. طيب واحنا بقى هنعرف الكلام ده من مين ومسؤولية مين؟ مسؤوليتكم يا استاذ. نعم، مسؤوليتنا احنا. حد قال لكم ترموا الفوارغ في الزبالة؟ فوارغ ايه يا بيه؟ ايه اللي دخل ده في ده؟ بتوع الزبالة بياخدوا الفوارغ يبيعوها، ولو اتكتفتم معانا وحرقتوا الفوارغ مش هيلاقوا اكياسنا يبيعوا فيها ملح مغشوش. حلوة دي. طب المطابع على قفا من يشيل يا باشا، وبتطبع ماركات بالهبل. مادام فيها مطابع يبقى مش تبعنا. نعم، امال تبع مين؟ تبع وزارة الثقافة. ثقافة؟ وهتفضلي واقفة على الباب كده لحد امتى؟ لحد ما يرجع بسلامته. وهو راح فين يعني؟ مش تفهميني. حطاله يا اختي الفطار، يا دوب هيغمس لقمة واللي جاله. مغص؟ يا ريت. امال ايه، دوخة؟ ما كانش ده حالي. يوهو، امال ايه اللي جاله؟ طمنيني. اتنطر يا اختي ومسك كيس الملح. يا اختي الشر بره وبعيد. انا شد وهو يشد، انا شد وهو يشد. سيب الكيس الملح يا متهور. ابدا. اجعل كلامنا خفيف عليهم يا رب. وراسه الف لا مؤاخذه، لا ياخد الكيس الملح وينزل. يكونش يا اختي معذور في قرشين ولا حاجه راح يرهنه؟ هيرهن كيس الملح بكام؟ اسم الله على مقامك. وماله يا اختي، ما انتوا مصاريفكم كتير والامر ما يسلمش. وقالوا لك ايه بتوع الثقافه يا بابا؟ قعدوا يتريقوا عليا يا ابني. اقول لهم هم قالوا حل المشكله عندكم، يقعدوا يضحكوا. صحيح، مالهم هم ومال كيس الملح المغشوش؟ يا ابني مش هم المسؤولين عن المطابع زي ما قالوا لي بالظبط في التموين؟ يا بابا شاغل مخك ليه بس؟
ايه اللي شاغل مخي ليه؟ امال استنى لما ملحوهم يسمك انت واخواتك. وحياتك لو قد كده 10 مرات لا هنتسمم ولا هنعيا. وضامن منين يا ابن كيداهم؟ اكلت من الفراخ اياها اللي قالوا لا تصلح للاستخدام الادمي. اكلت كتير. عبرت من البلوبيف بتاع زمان اللي كان لا مؤاخذه. ياما. اتسممت؟ لا. عييت؟ زي البومب والحمد لله. يبقى شاغل نفسك بالملح ليه؟ هو الملح اجدع من مين يا بابا؟ اجدع من مين ده ايه؟ عليا النعمه منعته. يا مرضي تاكسي على ايه بس؟ ما الاتوبيس اهو. وانا اديك الساعه لما اركبك تاكسي يا جميل وتطلع ايدك من الشباك كده. ده كلام يا اخويا انت راخر. ده انت احلى. تاكسي تاكسي. سيدة زينب لو سمحت. شلاه يا اهل الله. امال يا فندي زيارة الاهل لله بركة. ما هي ست الكل حكمت رأيها تنزل تزور السيدة، قلت وماله؟ يحصل الف بركة. ربنا يخليك لينا يا اسطى. ايه ده؟ انت وقفت ليه يا اسطى؟ الاشارة يا فندي. والله ما اكتر الاشارات كده. ايه ده؟ ايه غنم نمنم؟ ايه ده؟ الهكسوس التتار؟ ايه اللي هاجمين على العربية دول؟ كل اشارة فيها من ده يا سيد. ايه ده؟ ابعد ياد. الله ياد ابعد عن ازاز العربية. الله شيل يا بنت انت الفوطة. ايه العالم؟ كل دول مساحين؟ كل واحد يشيل له فوطة عفشة وفي الاشارات واديها. الله يكون في عون. ايه ده؟ مين اللي بيقرب ده؟ مساح عربيات برضو؟ لا ده بتاع اعلانات يا سيد. يلا اتكلنا على الله وادي الاشاره فتحت. استنى خد الاعلان ده يا فندم. يا ابني اعلان ايه؟ عيني يا عيني. ايه اللي حصل؟ البي والست ركبوا معايا يا باشا. وبعدين؟ وقفنا في الاشاره، يا دوب الاشاره فتحت وطلع بالترومبيل عيل من اللي الاعلانات حدفنا بدستة. نعم. دستة ايه؟ دستة اعلانات ولا مؤاخذه عن محل كاوتش. وهي اعلانات الكاوتش تعمل كده في عين المجني عليه؟ ما يا سعاده الباشا كروت يا باشا. ايوه كروت. الواد حدف الكروت علينا، كارت منهم دخل بسيفه في عين لفندي. وبعدين؟ ولا بلين صرخ الصرخه فرملت. عينك بقى ما تشوف الا النور سعادتك. ايه اللي حصل؟ بسلامته بقى فضل ماسك في رقبتي ويقول لي عيني، ومراته تصوت وتقول لي عيني وعين جوزي، والناس تتلم وتصوت وتضرب وعجنوني سعادتك يا باشا. انا فين؟ يا مميل بختي. انا فين؟ يا مطفشهم بعمايلك الصبيانيه. صبونية؟ ايه ده؟ الدنيا ضلمه ليه؟ ربطلك عينيك. ليه؟ عشان ما تشوفش بيهم. ما انا كنت بشوف. لكن دلوقتي مغميينك. مغمي ليه؟ هو انا كل اللي هعيده هزيده ولا ايه؟ يعني الدنيا ضلمه ليه؟ انتوا ما دفعتوش النور؟ دفعنا يا اخويا. الله، يعني النور قطع تخفيف احمال يعني؟ لا احمال ولا اشياء. لا اله الا الله. امال مضلمه ليه يا بنتي؟ عشان الكروت اللي نزلت على عينك حتف. كروت ايه؟ الاعلانات. اعلانات؟ كروت؟ الله، انا بخطرف ولا ايه؟ اشمعنى؟ امال ايه كروت وايه اعلانات الجاني العريس ليله السبت قالوا لي ابوكي دخل في عينيه كارت. يا ابني قول لابوك الله يشفيه في نومته فرحات مش ساكت. ما هو بابايا قال لي اقول لك. وقلت لي، ورحت نسخت صورة من المحضر واقوال السائق، وحركت الاجهزة المعنية للبحث عن الواد اللي حدف ابوك بالاعلان. ولقوه يا استاذ؟ هيلاقوه في وسط مين ولا مين؟ ما هم زي الهم على القلب. محدش دل عليه؟ قالوا اسألوا في الاشارات. وسألته؟ هنسأل في كام الف اشارة فيهم عيال بتشغي. طب وعين ابويا راحت في طيس؟ لا في طيس ولا غطيس. انا بعمل اتصالاتي المكثفة لعرض الموضوع على المجلس لاتخاذ قرار عاجل ضد الاعلانات الطائرة والمضادة للبصر، والله ولي التوفيق.
ستي اطمني خالص، انا عايز حضرتك تطمني خالص، احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. ستي مات. ايه يا ستي في ايه؟ حد قال انه مات؟ امال عملنا اللي علينا ده ايه؟ يا ست عينه الشمال خفت والحمد لله. واليمين؟ لا اليمين لسه بلاله. بلاله يعني ايه؟ انا اقول لحضرتك يعني فيها احتقان وانتفاخ وزرقان واحمرار ودغمشه ودموع سائله، لكن انا عايزك تطمني خالص يا هانم، كل ده هيروح مع الايام. لكن من فضل حضرتك يا هانم، من فضل حضرتك فهميني، هو ايه اللي دخل في عينه بالظبط؟ كاوتش يا اخويا. كاوتش؟ دخلت في عينه فردة كاوتش؟ يا ريت. منفخ كاوتش؟ اعلان كاوتش يا دكتور. وايه اللي دخل عينه في اعلان الكاوتش؟ ايه هو كان مهوي شويه يعني؟ لا مؤاخذه يعني كان متعاطي حاجه كده ولا كده؟ لا كان راكب التاكسي جنبي. ونط ازاي من التاكسي جنبك لبس في اعلان الكاوتش؟ هم اللي حذفوه بالاعلان. الظاهر العمليه مش جايبه تمامها. هو انا ناقص مورستان؟ كاوتش كاوتش وانا متلصم؟ ده انا متلصم ومظبوط على 28 يا هانم. يعني الاعلان المواجه ده اعلانك يا اسطى؟ اي نعم، انا منكرش، مكتوب عليه اسم محلات الكوتش للكاوتش. وبيتفرق الاعلان ده في اشارات المرور؟ وفي كل اتجاه وفي اي حته. ادفع الربع والباقي على السنه وربع، تصليح تسليك نفخ الحام، اياتها حاجه تلاقيها في محلات الكوتش للكاوتش. شوف يا كوتش، الاعلان ده القي على عين موكلي. يعني لا مؤاخذه، ازاي عدم المأخذه؟ قذف به موكلي. قذف به موكلك برضه مش متمكن وعايز اتفطن. واحد من صبيانك اللي انت مأجرهم بيحدفوا اعلانات الكاوتش يا كوتش رمى اعلان من دول في تاكسي. وماله؟ بتوع التاكسات بتوعنا والعداد واحد والبنديره شغال. الاعلان دخل في عين موكلي ضربت. انهي فرده؟ الفرده اليمين. والشمال؟ بتشوف طشاش. خلاص انفخها له. اللي هي ايه؟ الفرده المضروبه. ما انت عشان تنفخها له يا كوتش لازم تدفع تعويض، واحنا اللي نحدد، واراك في المحكمه يا كوتش. الله يا شويش، وانا سامع الله قلت العيال حدفوا الناس وولعوا لهم العينين. شوف بقى يا اخيني، الاعلانات اعلاناتك وانت بقى المسؤول. ايه مسلودي ومعوجي دي؟ ولا عدفت الافندي لما خدت لوحت له عينه ولا عملت له حاجه؟ يا سيدي اهو طلع صبي من صبيانه. هاتوه اعتقلوه واحكموه وكلبشوه ثم حكموه. عجيبي. طب انا اعمل لك اذا كنت انت شخصيا مش عارف تدلنا عليه يا زكوتش؟ الله مش عرفني، دول 20 عيل، بدي كل عيل منهم رزمه واقول له فرقها. مال انا ومال عين افندي لما اخسى. طب افهم بقى، انهي واحد فيهم كان في الاشاره دي ليلتي؟ اتكلم انت. ما انا اقول ما انا اديت لكم اسامي ال20 عيل يا شويش افندي. يا اخينا الاشارات كتير ومش عارفين نستدل عليهم، وقانونا وجنائيا يا سكوتش انت المسؤول بقى. طب بدل ما تقولوا لي يا كوتش ما توزعش اعلانات الكاوتش، قولوا لبتاع المناديل واللبان والحبان والشحاتين والمساحين ما يقفوش في الاشارات ويبيعوا هذه الحاجات، ولا هي جت لحد الكوتش وزنقت يعني؟ رد بقى، رد على الكوتش وما تسكتش. خرج من منزله هو والسيدة حرمه لزيارة السيدة. وش الله يا سيدة، ماذا فعل كاوتش هذا الكوتش؟ اندفع من يد الصبي كالسهم، وفي عين المجني عليه حدف. يعني هو اللي دخل في عين موكلك ده كاوتش ولا كارت؟ كارت بيه اعلان عن كاوتش الكوتش. كمل يا استاذ. هذا الكارت من الورق المقوى الذي يندفع من شبابيك العربيات والتاكسيات والاتوبيسات. ماذا فعل؟ طير عين المجني عليه. وايه المطلوب يا استاذ؟ التعويض، ولا شيء غير التعويض. اني اطالب الكوتش بدفع تعويض لموكلي قيمته قرش ساغ واحد. ايه ده بقى، مسيبني الورش عشان قرش ساغ من واحد؟ اسكت يا كوتش، تمام حاجه جتت البلد. الله.
على ايه؟ يوه انت مش بتقولي ان السمردي حكموا له بالتعويض؟ وهو احنا لسه استلمنا حاجه؟ ما دام المحكمه حكمت يبقى الف مبروك. بس يا اختي انا سمعت ان المحامي طلب قرش. طب وماله؟ هي عين مرد اللي بقت شيش بيش دي بقرش. ما هو النظام كده يا حبيبتي، يحكموا بقرش وبعدين سمردي بقى يطلب اللي يعجبه. على الله، على الاقل يدفع مصاريف مدارس الستة. وهم دول هيكفيهم تعويض واحد؟ دول عاوزين 6 7 في بعض. تعويض؟ ايه تعويض دي يا فندم؟ المحكمة حكمت لي بالتعويض. وماله؟ ايه ماله ازاي يعني؟ والله ما هو في استنقاف ونقص وطفشان. ايه طفشان دي؟ الله، دي بقى ما سمعتش عن الكوتش. لا سمعت، لا مؤاخذة. محدش قال لك ان انا سيد من يديها السريع ساعة الزنقة. بس دي عيني يا معلم، عيني، والاعلان اعلانك والكاوتش كاوتشك ومش هسيبك كده. طب خليك بقى ماشي يا فندي، عاوز التعويض؟ امال انا جاي هنا ليه يا معلم؟ عينيا، الله يخليك. عايز تتعوض هعوضك. عيال ايه ده؟ علقوه عوضوه. علقوا مين؟ بقول لك ايه؟ ابعد ايدك عني. انت كده بقى هتكون السبب ان انا اطلع بالتلفزيون والجرانين واشتهر واجدع ليا من الاعلانات كمان. هو انت تعمل اعلانات وتدي الاعلانات للعيال بتوعك والعيال بتوعك يخصموني في مقتل وعيالي تطلع واطلع من المولد بلاحهم مص. عليك نور وكبر مخك يا اخي. اكبر ايه وانا قاعد فيا مخ. العريس جاي. حلو. قلق مش عاوزة يا بنتي، ربنا ما يجيب قلق. مشاكل وقواضي ومحاكم لا. حرمت. نكبر مخنا ونبص لمصلحتنا وما نضيعش الراجل من ايدينا. ان شاء الله خير. يسألك عن جمالي تقول له ايه؟ ما وصفش لسه. حسني. ما حصلش لسه. شطارتي. ما فيش كده لسه. سني 38 سنة. لا إيه لا. في ايه؟ وقعت ليه؟ لا في ايه؟ دي لا خلاص في داهية. العريس ما بيحبش التلاتينات وانا ما صدقت يا اخواتي. يا بنتي يا حبيبتي، مش ده سنك الحقيقي. وانت هتقول له على سني الحقيقي؟ بقول لك ما بيحبش التلاتينات. هكدب يا بنتي وانا في السن ده؟ ما احنا طول الليل والنهار بنكذب. حبكت خلاص يعني بعيد صباعك جت عليا وقفلت يا اخويا. خلاص في بنت تعمل ابوها كده؟ عيب. طيب قولي لي، اقول له كام يعني؟ خش في العشرينات. عشرينات؟ وده شكل عشرينات. وبعدين بقى يا بنتي خلاص. طب بقول لك ايه، لما يشوف شهادة ميلادك نزورها ولا نزرزرها؟ انت هتقعدي جرى ايه؟ انت هتتعصب عليا من اولها يا راجل انت. خلاص. تبقى الجوازه دي راحت وهخليها دندره. بنتي يا ترى ممكن اشوف العروسة لو سمحت؟ طبعا، ما انت هتشوفها وهتشوفها كتير. ممكن اوصفها لك؟ توصفها لي؟ لا بصراحة ما ينفعنيش، انا ما خدش حاجة غمضي. هو في يا اخويا زي دلال جمال وشطارة وخفة دم ما توصفتش. جميل. انما يا ترى سنها كم سنة لو سمحت؟ يعني 28. 28 ايه؟ هنكذب؟ قصدك تقول 28 وشهرين مش كده؟ يعني ماشي على خيرة الله، بس ارجو انها ما تكونش فوق ال30. لا يا اخويا لا، 30 ايه؟ 30 عشان بس الواحد يلحق يخلف له عيلين يملوا عليه البيت. حاكم ما تاخذونيش في الكلمة، الست بعد ال35 برضو يعني. 30 ايه بس و35 ايه؟ بقول لك 28. على خيرة الله. يا ترى بقى ممكن اشوفها حسب الشرع والدين؟ تعالي يا دلال. يا رب استر يا رب. يا سيدي كل شيء ممكن. يا عم كل شيء ممكن ازاي؟ انت تورطني في كذبة زي دي وتقول لي كل شيء ممكن؟ هو الولد مش كويس؟
يعني مفيش احسن من كده. البنت رايداه؟ رايدة ايه؟ هي طايلة. يبقى المشكلة ايه بالظبط؟ المشكلة السن. عارف يعني ايه السن؟ اللي هو العمر. احنا واكلينه في 10 سنين. ما كل الناس على هذا الحال. في راجل مش متاكل في 5 ولا 10 ولا 20. انت محامي غريب حقيقي، محامي ما شفته في حياة. طب لما المأذون يجي ويطلب شهادة الميلاد وأقدم له شهادة الميلاد، وساعتها هيعرف سنها الحقيقي. وانت لازم تقدم له الشهادة الحقيقية. امال هقدم له ايه؟ قدم له شهادة مضروبة بنت ساعتها، وبعد كده كل واحد يروح لحاله. مضروبة؟ اجوز بنتي بشهادة ميلاد مضروبة؟ هو انت لا سمح الله غيرت فيها شيء جوهري؟ الاسم هو الاسم، الاب هو الاب، الام هي الام، الداية هي الداية. يعني تاريخ الميلاد ينقص حبتين عشان نوافق بين اتنين. انا في الخدمة وتحت امر كل من يجي من طرف الاستاذ فرحات. لو سمحت اسم الكريم عشان نتعرف. محسوبك عباس الدباس المتكفل بمصالح الناس. اي خدمة. اهلا يا استاذ عباس. لو تكرمت انا عندي بنت عاوزين نصغرها 10 سنين في شهادة الميلاد. تصغرها 10، تكبرها 10، تطلعها 20، تطلع شهادة وفاة، شهادة ميلاد، كله موجود يا فندم. والختم متوفر والامضاءات على قفا من يشيل. وارمي بياضك. ارمي بياضي؟ ايه ارمي بياضي دي؟ مش لما نعرف يا استاذ ورق ايه وختم ايه اللي هو متوفر؟ يا استاذ خش في الموضوع، ما تضيعش وقتك. قول عاوز شهادة ايه والمين وهتدفع كام وخلصنا ورانا غيرك. حاضر. عاوز شهادة ميلاد باسم دلال مرضي عبد مرضي. عظيم. فين شهادات الميلاد؟ طيب ادي دي. لا مش شهادة. هي دي. قلت يا سيدي دلال مرضي. أيوة. طب اسم الام ولا مؤاخذة؟ كيداهم عبد ترمبيطة. مين يا اخويا؟ كيداهم عبد ترمبيطة. كيداهم عبد اغنيها لحضرتك. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمها ترمبيطة؟ ايوه ابوها مش اسمها ترمبيطة. أيوة. ترمبيطة مش مشكلة. محل الميلاد يا سيدي؟ شبرا الخيمة اليوبية. تاريخ الميلاد يا اخويا؟ تاريخ الميلاد انت كل اتفضل. وبعدين 19/9/1969. اسم الداية ولا مؤاخذة؟ ولا بلاش لا تطلع ترمبيطة اخرى. قال اقول لك هختمها لك على بياض واكتب اللي يعجبك، بس بياضك ولو سمحت. على بياض. يا بابا انت مستغرب ليه؟ ما كل يوم من ده. يا ابني ده ورق رسمي واختام ومع راجل زي ده. وفين؟ في الشارع العمومي. انت ما بتقراش على اللي بيحصل في الارياف؟ ارياف من ده واكتر. تبقى البت عندها 12 سنة ويعملوها 20. امال هيتجوزوهم ازاي؟ وهي بنت 12 سنة دي تنفع زوجة يا ابني؟ يا بابا هو انت هتغير الكون؟ يا ابني ممكن اغير اللي اقدر عليه عشان الامور تستقيم، ما يبقاش كله كده. طب وهتجوزها ازاي؟ عندك حق يا ابني، عندك حق. انا اسمع كلام جوز الستات واغير ضميري؟ لا 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 ايه؟ لا ايه؟ كاتب الكتاب بكره لو عملت اي حركة هتضيع البيت. يا بنتي يا ابني ده كذب، اسمه كذب. كذبة بيضة يا بابا. ما سمعتش عن الكذب الابيض الحلو اللذيذ ده؟ كذب ابيض؟ هو الكذب بقى بالالوان الايام دي يا ابني ولا ايه؟ يا ربي عقبال الباقي. لسه بدري يا اختي، لسه بدري. باقي ايه؟ على رأيك الباقي كتير قوي يا عديلة. لسه عندك منال ونوال وكمال وامال. بسم الله ما شاء الله. وانا اللي بقول جوزتها وارتاح. يا حبيبتي الكلام ده لو كانت بنت واحدة كنتي قلتي كده. صدقتي يا عديلة. المهم يا حبيبتي قوليلي هي عاملة ايه مع عريسها؟ امال انا بجهز ايه؟ مش حاجة السبوع. هي لحقت تخلف؟ تخلف ايه؟ سبوع الجواز. هي مش متجوزة زي النهاردة. والله صحيح يا اختي. شوفي مخي. وعريسي اهو. يا اختي
اختي يا اختي وجنبي يا اختي يا اختي اضحك يا اختي اضحك يا حبيبي ورعرع واغرف من العسل يا شهر العسل وعريسك يا دلال قاعد بيقرا الجورنال يا اخواتي. استني بس يا دلال، استني لما اكمل الخبر ده. خبر ايه؟ هو في بعد جوازنا وعش العصفور اللي مجمعنا خبر؟ اسمعي يا ستي، بقولك يا ستي عاوزين يغيروا البطايق يا اخواتي وجوزي ياما حبيبي قاعد جنبي وجوزوني يا ماما جوزوني. اسمعي عقبال حبايبنا يا ماما وجوزوني. بيقولك هيعملوا حاجة اسمها الرقم القومي. وقومي يا ماما قومي، الرقم القومي يا ماما وقومي يا ماما قومي. يعني معنى كده اننا هنقدم شهادات جوازنا وميلادنا. مين يا اخويا؟ ميلاد مين يا اخويا وشهادة؟ الله دلال، مالك يا دلال؟ يا مشيتي يا بنت يا بنت ما تعمليش في نفسك كده يا حبيبتي يا بنتي. عاوز شهادة الميلاد عشان اللي اسمه الرقم القومي. والرقم القومي ده طلع لنا منين؟ انا عارفه بقى انا عارفه. مش يمكن ابويا نقي فيها الجوازه هتتفشكل. وايه دخل الرقم القومي في الجواز؟ كل ده ولسه بتقولي ايه دخله؟ شهادة الميلاد الحقيقيه اللي هتطلعني كدابه. طيب حد قالك صغري سنك؟ يا سلام، وطوعتيني ليه لما قلتلك هصغر سني؟ ما قلتليش ليه عيب يا بت اختشي يا بت؟ وانا كان فكري بقى هيخترعوا الرقم القومي. انا برضو بتاعت رقم قومي يا مرضي، انا برضو اقول لك مش عاوزين مشاكل ولا محاكم ولا قواضي عشان جوازه تفلح وينزح همي. تسلط عليا الرقم القومي يا مرضي. قلت ايه يا متر؟ قلت ايه في ايه يا مرضي؟ طالبين من جوز البنت شهادة ميلاده وشهادة جوازه وشهادة ميلاد مراته اللي هي بنتي. بسيطة، اديله الشهادة. ما معكش طلع مستخرج مستعجل تستلمه في 24 ساعة. انا بتكلم في وادي. ما هي دي البنت اللي انت بعتني عشانها لعباس الدباس؟ هي دي البنت اللي صغرتها 10 سنين؟ ايوه عليك نور. اخ اديك قلت لي اخ. هو بقى طلب الشهادة، نديله انهي شهادة فيهم بقى؟ المزورة؟ تروح في حديد انت وبنتك وامها. طب ولو ادينا له الحقيقية؟ هيكشف الكذبة ويبقى شكلكم مش حلو. احنا بقى قلنا له ضاعت. عمل ايه؟ خد البيانات من قسيمة الجواز وراح يطلع مستخرج. قالوا له هناك بقى الاسم ده مش من مواليد 69. هوبا انت هنلعب كوره. هوبا ايه بقى له جمعه يا متر، بقى له جمعه كاره الزاد والزواد وعمال يدور في سجلات المواليد بالسجل المدني، وحالف ما يسيب السجل المدني الا لما يفتش في سجلات المواليد من اول ما اخترعوا السجلات. قلطف ولو عرف الحقيقه بقى هنقول له ايه يا متر؟ والله يا مرضي انا اعتقد ان الرقم القومي ده هيسبب مشاكل كتير لبنتك وامثال بنتك. يا سلام، هو ده بقى اللي عندك يا فرحات؟ يا سيدي كل حاجه وليها حاجه. هيعرف سنها الحقيقي هيطلقها. يا ساتر يا رب. هنرفع عليه قضيه نفقه ومتعه بعد 5 سنين نكسبها. استر يا ساتر. نرفع عليه قضيه طلاق بعد 3 سنين نطلقها. نشوف لها ابن الحلال اللي يتجوزها. ما نتجوزهاش نرفع عليه قضيه. استر يا رب. لو حب يطلقها قبل ما يتجوزها هنرفع عليه قضيه برضه. واحنا خارجين في قضيه. الحقني واديني مش لسه بقول لك؟ قلت لي ايه؟ تاني راح اقول لك. تاني يا ريت. اوعى عقلك الا يوين. واعمل ايه انا اعمل ايه؟ اصل ضميري تملي يزن. يحب الحق يموت في الحق، غير الحق ما عمره يحن. حصل وبس عصر برضو احاول واللي يحاول احسن من اللي ما يتكلم. ادينا بنقولك بتقولوا ايه؟ حاسب اوعى ايه؟ اوعى عقلك الا يوين. اوعى لعقلك. اشترك في التمثيل محمد الأدنداني، فاروق يوسف، فكري صادق، احمد حسن،
صلاح عفيفي ومحمود جليفون. اوعى عقلك الا يوين، واعمل ايه انا اعمل ايه، اصل ضميري تملي يزن، يحب الحق يموت في الحق، لغير الحق ما عمره يحن. اصحى